بسم الله. السلام عليكم حادقات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم جيده ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم هاد المسمنات اولا بسيطلات بسيطلات لانني معمراهم بالحشوه ديال البسطيله ديال السمك. الطريقه ديال الحشوه ديال بسطيله السمك ديجا مشاركه معكم، لهذا ما غاداش ندخل معكم في التفاصيل ديال المقادير، ولكن غنشارك معكم فكره كيفاش غادا نصايب هاد البسيطلات بالعجينه ديال المسمن. بالنسبه للعجينه شاركت معكم طريقه العجينه المسمن في فيديو السابق. درت لكم بدقيقه الفينو ودقيقه القمح، هادو ديرهم بالفينو الحرش، هذاك التين سيمولينا. وخليكم معايا، صراحه الجو زوينين بزاف بزاف. شوفوا القرمشه، سمعوا كيجيو هكا مرقين، شهوه منهم. تنوريكم هذه، سمعوا دابا ولادي بداو كيعضوا كاع ما عاد سمعوا القرمشه مزيان. غنحل معكم تشوفوا من الداخل كيفاش كيجيو معمرين. نتوما يا سلام، خوات المهم كتجي معمره من داك الشيء الرفيع. خليكم معايا وفرجه ممتعه. السلام عليكم. اليوم بغيت ندير بسيطلات. غادا ندير هنايا ديجا درت الشرموله وتبدلت فواكه البحر، درت منهم هنا في هاد السمين باسكيت، واللي بقى درتو هنا. غادا نسد هكا. هنا درت جوج حوتات واللي بقاو ليا درتهم هنا. صافي غادا نرد كلشي يطيب في خطره واحده. صافي غادا ندير فارومه، غادا ندير رقم معلقه ولا واحد نديرها. صافي هنا عندي فلفله اللي قطعتها جوانح وبصله مقطع جوانح اللي صوطيتهم بالاوبشن ديال الصوتيين، حتى هما درت لهم شويه ديال الشموله وصوطيتهم، بغيت نخلطهم مع داك فواكه البحر. هنا من بعد ما وجد ليا هاد الشيطان كيف لاحظتوا غادا نحيدو. ليا هنا هاد المرق، نوريكم كيفاش غنستخدمو. غلي ليا هاد الماء اللي فيه بطبيعه الحال المذاق ديال الشرموله، هبط عليه الماء ديال السمك ديال الفواكه البحر. فغادا ندير فيه الشعريه الثانيه بهذا الشكل هذا. صافي غنخليها تطلق فيه. وهاد الفواكه ديال البحر هنايا بعدا نخلط ندير معاهم الخلطه، يعني نخلط كلشي مع بعضياتو. هما درتهم هنا. غادا نزيد عليهم هاد الفلفله والبصله. بالنسبه للحوت غنخليه حتى من بعد. الحوت ما شاء الله راه طايب مزيان، ديجا ضاقت منه حتى جا بنين بزاف، شهوه منه. بعد ما هاد الشعريه الصينيه صافي طلقات كيف كتلاحظوا، ها هي طلقات مزيان. صافي غادا نصفيها هاد البلاصه هادي. صافي وهاد المرق ولا الماء اللي نزل منها ما غاديش يضيع، غادا نرجعو حتى هو الكاس ديالي وغادا نخدمو ونخليه يختار ليا هنايا حتى غادي يعود ليا خاطر باش حتى حاجه ما تضيع ليا. هي العجينه اللي كنت وجدت، هذه كنت وجدتها البارح بعد كدت ملاوي، ودرت عجينه اخرى على كيبغي بغيت ندير بها مبساطل. المهم هنا عندي عجينه 750 غرام ديال السميد اولا السيمونه الرقيقه اولا الفينو الحرش كيقولوا لي في المغرب القمح. ودرت قسمتهم على 16 قرصه، ودرت كل 8 فوق بعضياتهم بهذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا. المهم راه مطلوقه كيف كتلاحظوا. المهم حتى من بعد ملي نبغي نبدا نخدم في البساطه ديالي وغنستعملوه. هذا الخليط هذا ما تبغيوش تضيعوه. دائما انا هاد القضيه كنديرها في البسطيله باش كتبقى ليا البسطيله كتجي بنينه بزاف وحتى حاجه ما كتضيع منها. صافي ها هو كيفاش عاد كيجي بحال الشكل ديال الصوص، والمذاق ديالو كيكون زوين بزاف. صافي هنايا الشعريه ديالتي ديجا تصفات، غادا نديرها بالسكين هكا باش نقطعها شويه يتهنى. صافي بهذا الشكل هذا. الشعريه غادا نزيدها هنا في الخليط ديال فواكه البحر ومع هذاك مع ديك الفلفله بنت لي صراحه كثيره، غادا نقص منها حتى نخلط ونشوف نقدر نزيد. صافي وغنخوي هذا الخليط هذا اللي كيكون مخطر وبنين بنين بنين بزاف.
صافي غادا نزيد هاد الخليط اللي كنت خلطت به في الاول. صافي وغنخلط كلشي. الا لاحظتوا ما درت لا يعني ما درتش هذا المشروم لانه ما عنديش، درت داكشي اللي موفر عندي. صافي بغيت نخليها عادي هكا طلع الشرموله. صافي دابا غنخلطها مزيان وغندوق. الا خاص شي حاجه غادي نزيدها، عاد غادي نزيد عليها الحوت باش ما يتخلطش الحوت ويتفتل بزاف. داك الشعريه اللي كنت حيدت بانت لي ملي خلطت بانت لي مزيانه. صافي لانه مليت غادي نزيد الحوت. صافي درتني بهذا الشكل هذا. دابا غادا نبدا نزيد في الحوت، غنخليه ريفات باش نخلطو بزاف يعني باش يبقى شويه باين. فغادا نزيدو بهذا الشكل هذا. صافي غادا نخلطو غير شويه باش يمتزج. من بعد غادا نعمر به البسيطات ديالي بشكل مباشر. صافي ها هو واجد. هذا بغا يدير لكم thumbs up right. صافي هنا غنشكل البسيطات ديالي. بالنسبه للعجينه ديال المسمن هاد المره درتها بالفينو الحرش. هنا في ملي كنقول ليه ثين سيمولينا درت 750 غرام ديال هاد الدقيق، ودرت معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال السكر. وبالنسبه للماء بديت ب 400 غرام ديال الماء، وبقيت كنزيد عبرت الطوطال جاني 475 غرام ديال الماء. هاد النوع ديال الدقيق يتطلب المده ديال العجين اكثر، فعجنته لمده ديال 10 دقائق. ماشي بحال الفيديو السابق قلت لكم 6 دقائق حتى 8 دقائق. هاد النوع ديال الدقيق ضروري كتزيدوا المده ديال العجن. كيف لاحظتوا كيف قلت لكم قبل درت قسمت العجينه على 16 وكل 8 درتهم فوق بعضياتهم، فرقت بيناتهم بالزبده نوازيط والدقيق ديال اللوز. انا كيعجبني نستعمل دقيق اللوز، كيمكن لكم ديروا السميده اولا دقيق عادي اولا مايزينا. صافي كيف لاحظتوا خديت وحده فيهم وجرستها بهذا الشكل. كنت باغا نخدم كل وحده بشكل مختلف، كنت باغي ندير جوج افكار مختلفه. ساعه رجعت لقيت انه غنحتاجهم يعني الكميه كلها نحتاجها بنفس الفكره. صافي كما لاحظتوا طلقت هاد العجينه بهذا الشكل هذا ودرت الزبده نوازيط. الزبده نوازيط هي احسن حاجه تقدروا تستخدموها في المسمن لانها كيكون مذوبه ومحيد منها الماء. يعني الا كانت متوفره عليكم الاستخدام ديالها كيكون افضل. من بعد رشيت كما لاحظتوا الدقيق ديال اللوز، وكيف قلت لكم راه ماشي بالضروره ديروه. صافي من بعد بديت نتني فيها من الجوانب بهذا الشكل. فغنتنيها من الجوانب بهذا الشكل وغنبقى نتني فيها حتى غادا ندير رولو. وهاد العجينه هذه اللي مطلوقه راه ديجا راه تبنيه ديال الطبقات. في الاول قرصت ملي تنيتها حسيت بها رقيقه فدرت طبقه اخرى، عاودت درت مره اخرى. كيف قلت لكم انا كنت بغيت ندير جوج افكار في الاستخدام ديالها. ساعه من بعد لقيت راسي انه بغيت يعني استخدمتها كلها بنفس الفكره. صافي طلقتها بهذا الشكل الثانيه حتى هي، وغدا حتى هي عندها بالزبده نوازيط. كتحاولوا تطلقوها مستطيله باش من بعد كتعاونكم. استخدمت بوطاجي نيشان بطبيعه الحال. بوطاجي غسلته مزيان عاودت درت ليه الخل وعاودت مسحته وعاد خدمت فوق منه. بالعاده انا كنخدم فوق داك الخشبه اللي عندي دايره. صافي عاوتاني غادا لويات نشكل هاد الاسطوانه بهذا الشكل هذا. من بعد ناخذ هذا الخيط ديال المطبخ. هذا كيكونوا فيه 3 خيوطه ملويين مع بعضياتهم. غادا نفصل واحد فيهم وغادا نقطع بهذا الشكل هذا. صافي حتى نكمل الكميه كامله. غادا نديرها هكا في بلاطو باش غادا نخدم بها. غادا نستخدم هاد المولات هادو كيكون فيهم 10 سنتيم، كيدخلوا للفران كيعطيو شكل زوين للبسطيله. كنخدم بهم حتى في الورقه عادي الا كنت بغيت ندير بسطيلات صغار. صافي غناخذ وحده من هادوك الكريسات وغادا نطلقهم بهذا الشكل هذا. كتحاولوا ملي تكونوا كطلقوهم كطلقوا الجوانب اكثر من الوسط. درت الحشوه ديال البسطيله في الوسط وعمدا نجمع في الجوانب بهذا الشكل هذا. من بعد غادا نقلبهم في هذاك الطاول اللي كنت ديجا دهناها بشويه ديال الزبده نوازيط. صافي نفس الشكل غادا ندير ليهم كاملين. بهذه الطريقه كتجيكم سهله. العجينه كتكون ديجا مطلوقه وكتعاونكم في الخدمه. صافي كنطلقوها كما قلت لكم الجوانب كتركزوا عليهم اكثر. صافي وكنبدا نجمع فيهم بهذا الشكل هذا.
وكنديرهم في هاد المولات اللي كيعاونوا بزاف، وكنديرهم في هكا في طاوه كبيره باش كيجيوني ساهلين ندخلهم الفران. كندهنهم بالزبده نوازيط وكندخلهم الفران. دخلتهم الفرن مسخن على درجه الحراره 350 فرنايت، وخليتهم حتى تحمروا من التحت ومن الفوق. هنا كنت كنصايب واحد الحسوه ديال الجلبانه اللي رافقت بها لهاد البسطيلات. صافي من بعد ما طابوا من التحت وتحمروا من الفوق خرجتهم. صافي قدمتهم في هاد الطبق، زينته بالقزبر. صافي كنقلبهم بهذا الشكل. واحد الحاجه بالنسبه لهاد البسيطلات، ملي كديروهم في الطاوات تقدروا ديروا واحد الورق ديال الزبده تحت منهم. اصلا هاد الطاوات فاش خديتهم جا معاهم واحد الورق داير. انا شي 4 منهم لصقوا ليا شويه، فلهذا قلت لكم استخدموا الورق ديال الزبده. ولكن صراحه واخا لصقوا يعني من بعد حيدوا، يعني عاد بالسكينه كعاونت به وتحيدوا. وجا هذا الشكل ديالهم صراحه كيجيو زوينين بزاف. ولا لاحظتوا الطريقه زوينه وسهله، يعني ماشي بالضروره تكون عندكم الواقع ديال البسطيله باش ديروا هاد البسيطلات، غير بالعجينه ديال المسمن. والصراحه النتيجه رائعه والمذاق هايل. وانا نعاود ندير لكم واحد اللقطه سمعوا فيها القرمشه. هذاك النهار صايبت هاد الحسوه اللي خديتها من وصفه ديال كوكيدو اللي كدار بالجلبانه. صراحه شحال وانا كنبغي نجربها وما كنزعمش عليها، حيت انا ماشي من النوع اللي زعل ليا الجلبانه بزاف تكون كثيره. وزعمت قلت نجي نجربها. صراحه يعني ماشي كلنا عجبتنا. عجبت ماما وبابا وولدي واحد ولادي. انا ديجا انا ولا راجلي ما عندناش مع الجلبانه بزاف، يعني ديجا عندي ديك الفكره. ففي الاول فاش شربتها عجبتني الجرعه الاولى، الجرعه الثانيه من بعد ما بقيتش قدرت نتقبل الفكره. المهم الا كنتو من النوع اللي كيعجبكم المذاق ديال الحلاوه فغير زعموا عليها وديروها. صراحه جربت بزاف الوصفات ديال الحساء في طاموميكس، كلهم كيعجبوني. هذه اول وحده انا راي شخصي ما عجبتنيش بزاف. ولكن صراحه كون زدت التعديلات ديالي، يعني ملي كنشرب فيها كنقول كون زدت شويه ديال الابزار، كون زدت السودانيه، يعني العطريه اللي انا كنعجبها كتغدا تعجبني باش تهرس هذيك الحلاوه. يعني الا كنتو ما كتبغيوش الحلاوه بزاف تقدروا ديروا شي حاجه اللي تهرس لكم هذيك الحلاوه. المهم ضروري منخوضها في الاطباق ديالنا. هادشي اللي كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر. في هذه القناه كنشارك معكم وصفات وافكار. هذا الفيديو كان عباره على فكره اكثر من وصفه. طريقه ديال حشوه البسطيله ديجا شاركت معكم فيديوهات، 2 فيديوهات سابقه، وكذلك العجينه ديال المسمن شاركت معكم فيديو سابق وذكرت لكم التعديل والاختلاف اللي درت. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. خليوا لي لايك، خليوا لي تعليق بافكار ديالكم، وكذلك شاركوا في القناه اللي كنتو باقيين ما شاركتوش فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهات. وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع صحباتكم وافراد العائله ديالكم باش القناه تزيد تكبر بكم وبهم. دابا مقالي نقول لكم السلام عليكم في امان الله وشكرا جزيلا لكم.